الكرة الذهبية ليست مجرد جائزة فردية، بل هي رمز لتتويج عمل سنة كاملة من العطاء، الإبداع والتأثير داخل المستطيل الأخضر. منذ تأسيسها سنة 1956 من طرف مجلة فرانس فوتبول، أصبحت الجائزة حلم كل لاعب كرة القدم، حيث تعكس قيم التفوق، الاستمرارية والقدرة على صناعة الفارق في أهم اللحظات. الموسم الماضي اللي توج بالكرة الذهبية هو رودري نجم مانشستر سيتي بعد موسم استثنائي قاد فيه فريقه لتحقيق ألقاب مهمة أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وكان محوريا في خط الوسط بتوازن كبير بين الدفاع والهجوم. المرشحون الأبرز بهذا الموسم أشرف حكيمي وديمبيلي ورافينيا ولامين يامال. نتحدث عن كل لاعب وإحصائياته في الموسم الماضي. أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان لعب حوالي 42 مباراة، سجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة، إضافة إلى ألقاب محلية كالدوري الفرنسي وكأس فرنسا. أيضا قوته في الجانب الدفاعي والهجومي جعلته من أفضل الأظهرة في العالم، ولقب دوري أبطال أوروبا. أيضا عثمان ديمبيلي قدم موسما رائعا ب40 مباراة، سجل 15 هدف ومرر حوالي 12 تمريرة حاسمة. سرعته ومهارته الفردية صنعت الفارق في المباريات الحاسمة، خاصة في دوري أبطال أوروبا. رافينيا جناح البرازيلي ونجم برشلونة في الموسم الماضي لعب حوالي 50 مباراة، سجل 27 هدف وقدم ما يقارب 17 تمريرة حاسمة بإجمالي مساهمة في أكثر من 50 هدفا. أرقامه الهجومية جعلته من أبرز الوجوه في أوروبا هذا الموسم. لامين يامال الموهبة الشابة التي أبهرت الجميع، شارك في 38 مباراة، سجل 10 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة. رغم صغر سنه إلا أنه أصبح قطعة أساسية في تشكيلة برشلونة، ما يجعله أحد مفاجآت هذا الموسم. اليوم الأنظار كلها موجهة لباريس، حيث سيقام حفل الكرة الذهبية. الأضواء الصحفية العالمية واللحظات التي تحبس الأنفاس كلها تجتمع في ليلة واحدة لاختيار أفضل لاعب في العالم. إنها ليست مجرد جائزة، بل حدث كروي عالمي يجمع النجوم وصانع القرار في اللعبة. الموسم كان مليئا بالإثارة والأرقام المبهرة، لكن السؤال الكبير يبقى: من سيحمل الكرة الذهبية هذا العام؟ هل سيكون أشرف حكيمي بفضل ثباته وتألقه، أم عثمان ديمبيلي بفضل مهارته وحسمه، أم رافينيا الذي قدم أرقاما هجوميا خارقة، أم المعجزة الصاعدة لامين يامال؟ السؤال لكم: من هو الأقرب للتتويج بالكرة الذهبية في هذا الموسم؟ خليوا لي رأيكم في التعاليق.